لو انت عاوز تشتري كاميرا مراقبه، طبعا في عندك اوبشن وخيارات كثيره جدا، في انواع مختلفه في الماركت. هتسمع عن مصطلحات كاميرات اي بي او نتورك، كاميرات كوكسل كيبل، في مصطلحات كثيره وفي انواع وفي اسعار كثيره جدا. فطبعا انت هتكون محتار، سواء محتاج كاميرا شخصيه عندك في البيت او حاجه للشركه او المصنع او حاجه فور بيزنس يعني. طيب احنا هنبدا سلسله فيديوهات وحلقات هنتكلم فيها عن كاميرات المراقبه، هنتكلم فيها بشكل مبسط للكاستمر او الاند يوزر. هنحاول نساعد الناس ان هي تختار الكاميرا المناسبه ليها بيزد على احتياجاتها وبيزد على البادجت بتاعتها. طبعا اول قرار لما تيجي تشتري كاميرا مراقبه هتسال نفسك هشتري كاميرا المراقبه دي من فين؟ دي اول سؤال هيجي في بالك. تاني حاجه، هل انا محتاج فني ولا مش محتاج فني؟ برضو في بعض الكاميرات محتاجه فني ومحتاجه بنيه تحتيه او محتاجه انستليشن يعني بمعنى اصح زي ما احنا بنقول. في بعض الكاميرات بلاج اند بلاي، فمجرد انت بتجيب الكاميرا بتركبها والكونفيجريشن بتاعها بيكون سهل وبسيط. فهل انت محتاج فني ولا مش هتحتاج فني؟ هتجاوب على السؤالين اللي فاتوا. في سؤال ثالث، البادجت بتاعتك. هل انت البادجت بتاعتك مفتوحه اللي هي الميزانيه، ولا انت عاوز حاجه في اللو بادجت؟ وقبل ما نجاوب على الاسئله دي كلها لازم نعرف اول حاجه اهميه الكاميرات. انت محتاج كاميرات مراقبه ليه؟ لو انت محتاج كاميرا مراقبه شخصيه فانت عاوز تطمن على اهل بيتك، فانت محتاج تطمن عليهم. ولو انت محتاجها في بيزنس، انت محتاج تراقب الموظفين بتوعك، عندك مخزن محتاج تتاكد منه، قدر الله حصل عمليه سرقه فانت محتاج ترجع لكاميرات المراقبه. فبيزد اول حاجه على احتياجاتك واهميتك لاستخدامك كاميرات المراقبه. طيب احنا قلنا اهميه الكاميرات لو انت محتاج على المستوى الشخصي او مستوى البيزنس. انت عشان تاكسس على الكاميرات دي، هل انت محتاج تاكسس عليها ريموتلي يعني تقدر عن طريق موبايلك من اي مكان تقدر تاكسس عليها، ولا انت محتاج ان انت تراقبها وانت في المكان نفسه؟ فدي برضو حاجه مهمه بالنسبه لنا لازم نجاوب عليها. ملخص الكلام اللي احنا قلناه هم نقطتين مهمين، انت عاوز الكاميرات شخصيه ولا فور بزنس؟ لو حاجه شخصيه، نصيحه مني هنساعدك احنا في الفيديوهات بتاعتنا، هنتكلم على الكاميرات الشخصيه ان انت تقدر تشتريها وتركبها بنفسك بدون اي كوست او تكلفه. لكن لو انت شركه محتاجه فور بزنس، فانت كده محتاج شركه علشان خاطر محتاج مهندسين وفنيين يعملوا لك سيرفي، يبداوا يعملوا انستليشن للمكان بتاعك. فالموضوع ده انت ما عندكش باك جراوند او خبره وما ينفعش انت تعمله، فلازم تتوجه لشركه. طبعا احنا في شركه رويال هاوس بنقدم الكونسولتو والاستشارات وتوريد وتركيب كاميرات المراقبه، فممكن تتواصل معنا على الارقام الموجوده على الفيديو او الويب سايت او على السوشيال ميديا، وبنبعت لك مهندس يعمل لك سيرفي فور فري. وده افضل طريقه ان انت تتعاقد مع الشركه وتعمل معاهم عقد صيانه، يعني علشان توفر على شركتك وعلى المكان اللي انت فيه لا قدر الله حصل عمليه سرقه، سطو، عمليه اختلاس، حصل اي موقف بين الموظفين، فلازم هترجع للشركه دي وهي الشركه تكون مسؤوله عن الباك اب الخاص بالكاميرات المراقبه وعلى نظام السكيورتي، لان الموضوع بيختلف عن الاشخاص بيدور على حاجه على اللو بادجت، لكن الشركات لازم تتعاقد مع شركه. افضلك ان انت تروح تشتري من محل والمحل هيجي وهيركب لك الكاميرات وهيمشي. بعد كده الصيانه الدوريه والتشيك اب والفحص هتبقى الموضوع صعب معاك. اول معلومه عاوزين نعرفها، في نوعين اساسيين في كاميرات المراقبه. في نوع اسمه نتورك او اي بي، وفي نوع تاني اسمه كوكسل كيبل. كوكسل كيبل ده اللي هو زي كابل الدش القديم، والنتورك او الاي بي بتتوصل عن طريق الوايرلس او كابلات النت. ده بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله. فده المين كاتيجوري لكاميرات المراقبه بتاعتنا. وطبعا كل نوع ليه مميزاته وعيوبه، فبيزد على المعطيات اللي احنا هنتكلم فيها او البوينتس اللي هنتكلم فيها في الفيديو، انت هتكون صاحب القرار في النهايه. هتحدد انت هل محتاج سيستم النتورك او الاي بي ولا سيستم الكوكسل كيبل. واول نقطه هنتكلم فيها، الكاميرات اللي انت محتاجها دي محتاجها اضاءه ليليه ولا اضاءه نهاريه؟ في نوعين، في نوع بيتركب للاضاءه الخارجيه وفي نوع بيتركب للاضاءه الداخليه. الاضاءه الداخليه بمعنى الحاجه اسمها اللو لايت، الاضاءه الضعيفه. ففي كاميرات مخصصه للاضاءه الضعيفه، وفي كاميرات بتشتغل طبعا في اللو لايت والهاي لايت. بمعنى اخر، لو انت مخزن والمخزن ده الاضاءه فيه ضعيفه، او في البيت عندك والاضاءه ضعيفه، فانت محتاج حاجه لو لايت. لكن لو انت هتركب الكاميرا دي بالنهار وفي شمسه او في مكان اضاءته قويه، فانت مش محتاج اللو لايت. ليه بقى انا في حاجه اسمها اللو لايت؟ لان فتحه العدسه بتختلف من الكاميرا اللي بتحتاج اللو لايت، تكون فتحه العدسه بتاعتها اكبر عشان تدخل كميه ضوء اقوى عشان الصوره تكون واضحه. فانا مش عاوز ادخلكم في حاجات تكنيكال، بس عشان نكون فاهمين. لو انت المكان هتركب فيه اضاءته ضعيفه، فهنشتري الكاميرا حاجه مخصصه للاضاءات الضعيفه او اللو لايت، ونطلب من الفني او الشركه اللي احنا هنركب فيها نقول له يا جماعه احنا عاوزين كاميرات مخصصه لللو لايت. لو كاميرا اللو لايت تشتغل في الاضاءه القويه تشتغل عادي، لكن العكس غير صحيح. بمعنى لو انت جايب كاميرا عاديه وحبيت تركبها في اللو لايت مش هتركب معاك، او تفاصيل الفيديو مش هتكون واضحه. تاني بوينت معانا، الكاميرا تركبها اندور ولا اوت دور؟ بمعنى كاميرا داخليه ولا خارجيه. طب ايه الفرق؟ بالنسبه للكاميرات الداخليه تختلف عن الخارجيه في حاجه اسمها طبقه حمايه، الاي بي 66 او اي بي 67. طبقه الحمايه دي بتكون مخصصه للكاميرات الخارجيه ضد عوامل التعريه زي المطر والشمس، اي عوامل خارجيه. فانت لو هتركب كاميرا بره فمحتاج تجيب كاميرا للاوت دور. طب هنا السؤال، لو انا جبت كاميرا داخليه تنفع تركب اوت دور خارجيه ولا لا؟ الكاميرات الاندور تشتغل اوت دور، لكن مع عوامل التعريه هتبوظ بسرعه. طيب السؤال الثاني، كاميرات
او الدور اللي هي الخارجيه تشتغل الداخليه ولا لا؟ تشتغل، بس هتبقى اوفر كوست، اوفر بادجت، بمعنى ان الكاميرا الخارجيه اغلى من الكاميرا الداخليه. ليه؟ علشان عليها طبقه حمايه ضد عوامل التعريه، فانت لو جبت كاميرا خارجيه وركبتها داخليه هتشتغل معاك بس هتبقى غاليه. افضل طريقه عشان زي ما احنا بنقول كده البوكيت ماني بتاعك تحافظ عليه، انت تجيب الكاميرا الخارجيه للخارجي والداخلي تجيب له كاميرا داخلي. المهندسين عندي بيروحوا يعملوا سيرفي، اول حاجه بيحددوها الكاميرات اللي هتركب جوه المؤسسه او الشركه او البيت ايا كان، وعدد الكاميرات اللي هتركب بره، فبنقسم السيرفي بتاعنا لعدد كاميرات خارجيه او الدور وعدد الكاميرات الاندور الداخلي. النقطة الثالثة وهي طريقة التوصيل. هل الكاميرات انت محتاجها سلكية ولا لا سلكية؟ كل حاجة ليها مميزات وعيوب. طريقة الكاميرات او التوصيل السلكي ده بيكون ستيبل اكتر وافضل من ناحية الكواليتي، لكن مشكلته ان انت لو في مكان مش عاوز تكسر ولا تحط كيبل ولا تعمل بقى كيبل مانجمنت تعدي في ضغطات او تخرم في الحيط، فممكن تتوجه لكاميرات اللاسلكية. الكاميرات اللاسلكية او الواي فاي زي ما احنا بنقول كده بالبلدي عشان الناس المتابعين، كاميرات الواي فاي ليها عيوب. عيبها ان هي السيجنال بتاعتها ممكن ما تكونش ستيبل، ممكن يحصل في تداخل اشارات، فبعد المسافات كاميرات اللاسلكيه هتسقط معاك اشاره، هتبقى السيجنال ضعيفه، ممكن يكون في انستابيليتي او عدم استقرار. بس انت ممكن تحتاجها لو انت مش عاوز تكسر وتخرم او محتاج كاميرا او كاميرتين. انا مثلا في البيت محتاج كاميرا احطها في الصاله مثلا بس فقط، فانا مش محتاج بقى قصه احط كابلات وام في ار ودي في ار وامد اسلاك واوصل بالراوتر والقصه دي كلها. هي كاميرا واي فاي ومعاها كارت ميموري بركبه فيها بلت ان، تبدا تصور واقدر اكسس عليها. لو ما احب افرغ الكاميرات اطلع كارت الميموري واتشيك عليه. فدي بتبقى سيمبل للحاجات البسيطه. في بعض المؤسسات وبعض الشركات او بعض الاشخاص بيعوز يعمل شبكه واي فاي، بس طبعا زي ما احنا قلنا دي ما ننصحش بيها في بعض الحالات. النقطة رقم 4 والأخيرة معانا في الفيديو النهاردة بالنسبة للكاميرات اللي أنت هتركبها، هل أنت محتاج عدسة ثابتة ولا متحركة؟ العدسة الثابتة من اسمها يعني، والعدسة المتحركة فيها نوعين. في حاجة متحركة بزوم، بمعنى بطلع على فوق على الكرسي مثلا واظبط كاميرا المراقبة واعمل زوم ان أو زوم اوت، أوسع الكادر أو أضيق الكادر. في واحدة متحركة بموتور زي اللي بيقولوا عليها بي تي زي. دي متحركة بموتور، بيبقى عندك زي جوستيك كده تبدأ تحركها، ونشوفها في الأفلام الأجنبي كده، في الأفلام الأكشن وبتاع، بتلاقي السكيورتي قاعدين بيجيبوا يحركوا الكاميرا يمين وشمال أو تتحرك بشكل أوتوماتيك أو بتعمل تراكنج للاوبجكت. لو انت مكانك ثابت وما بتحتاجش تعدل اي حاجه هتحتاج كاميرا ثابته او عدسه ثابته. لو انت في احتماليه ان انت في مكان مثلا عاوز تعمل زوم ان او تعمل زوم اوت، زي مثلا يكون سوبر ماركت وفي كاميرا وعاوز يزوم شويه على الكاشير، لا بين مكان الكاشير في مكان تاني، فمحتاج ان هو يعدل فيها، فممكن يجيب اللي هي الزوم ان وزوم اوت. السيناريو الثالث الناس بتوع السكيورتي دايما بيبقى مثلا في شارع كبير او مكان كبير محتاج ان هو يتحرك فيه بالكاميرا او العدسه، مش كل شويه يطلع يبدا يظبطها، فبيجيب اللي هي البي تي زي او اللي هي بتستخدم فيها جويستيك ويبدا يحركها عن طريق الموتور. دي كانت 4 النقاط الاساسيه اتكلمنا فيها بشكل سريع. في نقاط تانية كتير هنتكلم فيها في فيديوهات جايه اللي احنا هنقدمها على قناتنا وعلى السوشيال ميديا. في بعض الاسئله بتيجي مثلا حد بيسال انا هركب كاميرا فاجيبها كام ميجا؟ 4 ميجا بكسل ولا 2 ولا 6؟ طبعا واحد يقول لك ما تجيب اعلى ميجا، طب في 8 وفي 16 هتلاقي سعر الكاميرا ممكن غالي جدا. فبيزد على بعض النقاط التانية اللي احنا هنكملها في السيريس بتاعتنا. وارد ان في حد ممكن يصور فيديو لما يجي يحصل عمليه سرقه، وحصلت معايا على المستوى الشخصي، صورنا فيديو حد بيسرق عربيه فكنا عايزين نجيب رقم العربيه، فلما شغلوا الفيديو لقوا الرقم العربيه مش ظاهر. طبعا دي بترجع للمهندس اللي عمل له انستليشن لسيستم الكاميرات. ليه؟ لان هو كان مركب كاميرات بميجا بكسل ضعيف فما جابتش معاه التفاصيل اللي احنا محتاجينها. في حد تاني كان الفيديو بيقطع. ليه؟ لان في عندي حاجه اسمها فريش ريت او معدل تحديث، فركب كاميرا فريش ريت ضعيف، وكان في الاوبجكت او الشخص اللي كان بيسرق ده كان بيتحرك بسرعه، فكان ماشي ان هو بيقطع. فدي كلها حاجات تكنيكال احنا هنتكلم فيها في الفيديوهات اللي جايه، فتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا. لو في حد عنده سؤال عنده استفسار، لو انت شخص ومحتاج كونسولت او استشاره ان انت تجيب كاميرا تحطها في البيت، كلمنا وتواصل معانا واحنا هنديك الادفايس فور فري. ولو انت شركه او مؤسسه او مصنع برضو محتاج تعمل انستليشن، محتاج صيانه سواء عقد صيانه او محتاج سيرفي، برضو تواصل معانا في الارقام موجوده او عن طريق الميل او على الويب سايت بتاعنا او عن طريق السوشيال ميديا. ما تنسوش اللايك والكومنت والسبسكرايب وتفعلوا الهاشتاج بتاع يور اي تي دكتور. اشوفكم في فيديو جديد وشكرا لكم.